السلام عليكم. إيران صاروخ كتب عليه الموت لإسرائيل في معرض أسلحة بأصفهان. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نشرت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم مقطع فيديو من معرض للأسلحة العسكرية في مدينة أصفهان وسط إيران، تعرض فيه ما يشبه صاروخ أرض كتب على طول عبارة الموت لإسرائيل بالحروف العبرية. المعرض الذي انطلق تحت اسم قدرات وإنجازات القوة الجوية للحرس الثوري الإسلامي عرض أنظمة أسلحة مختلفة وطائرات هليكوبتر وصواريخ، وسيستمر حتى 27 فبراير شباط الجاري. بالإضافة إلى الصاروخ، تم وضع علم إسرائيل في المكان الذي من المفترض أن يدوس عليه الزائرون عند مدخل المعرض، وكتب عليه باللغة الفارسية الموت لإسرائيل وفق ما أفادت به صحيفة يدعو تحرنوت العبرية. وبحسب الصحيفة فإن كل حدث عسكري عام تقريبا يتم وضع العلم الإسرائيلي كسجادة يجب أن يدوسها الزائرون عند الدخول والخروج. يأتي انطلاق المعرض بعد أسبوع ونصف على الهجوم المنسوب لإسرائيل على منشأة عسكرية في أصفهان. وقال جورج زراقا نائب مدير الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر تويتر إن كتابة الموت لإسرائيل على الصاروخ تحمل رسالة واضحة في إشارة إلى سعي الجمهور الإسلامي إلى تدمير إسرائيل. وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران منذ 28 من شهر يناير كانون الثاني الماضي بعد هجوم بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية في أصفهان نسب إلى إسرائيل، وهددت طهران بالانتقام منه. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.